واحنا مع حضراتكم دلوقتي داخل المتحف المصري بالقاهرة، ودي قاعة يعني باسوسنس. باسوسنس ده من الملوك الشهيرين في تاريخ مصر، ويعني مقبرة باسوسنس تحديدا يعني تماثل بشهرتها مقبرة توت عنخ آمون. لكن الغريبة في باسوسنس انه كان تم اكتشافه في حقبة مرتبطة بالحرب العالمية، وبالتالي ما لم يلاقي الاهتمام العالمي زي توت عنخ امون ما هوارد كارتر، وتم يعني عرضه بطريقه او باخرى. لكن باسوسنس هذا يعني كان من حسن الصدف ان يستقبله ملك، يعني ملك يستقبل ملك. فكان الملك فاروق يعني هو اللي يعني شهد يعني افتتاح هذه المقبره وما تحتويه. ويبدو انه هذا القناع الفضي، وكانت الفضه من النوادر في الحضاره المصريه القديمه، يعني الذهب كان اكثر بكثير، لكن الفضه كان لها الوقفه مع هذا التابوت او هذا القناع بهذا الشكل. لكن روعه المعروض فيما يخص تمثال او قناع باسوسنس بهذا الشكل الجميل اللي موجود قدام حضراتكم. وهتلاقوا يعني القناع الذهبي، ومعانا مجموعه من الاصابع والحلي والخواتم، حتى الحذاء اللي موجود قدام حضراتكم ده من الذهب. فده بيؤكد على ان يعني باسوسنس كواحد من الملوك المصريين يعني وما يحتويه او تحتويه مقبرته من جزء شاهد عن على التاريخ المصري. مجموعه من الاساور بهذا الشكل وهذه الحرفيه وهذا الجمال، يعني من الاشياء الجميله والمشهوده لباسوسنس، وايضا بنفس هذا الشكل بجمال هذه الاساور المعروضات. لكننا ناتي الى ما يطلق عليه الخلادات المختلفه اللي موجوده لباسوسنس واللي موجوده قدام حضراتكم. وفي جزء كبير من هذه المعروضات، يعني هذه الخلاده لم يتبقى غير الصوره، لان هي موجوده في احد المعارض في روما، وهتكون موجوده لحتى يعني 2 مايو 2026. والقلاده دي ايضا بنفس الطريقه، يعني هم اخذوا جزء من القلادات او المعروضات وتبقى جزء لنا لنستمتع به. لكن الصدريات اللي موجوده والقلادات اللي موجوده وحرفيه